قدر مسلسل كارمن من وقت عرضه حصريا على شاشة CBC إنه يحقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وبيوصل ل 60 حلقة. بيعتبر هو البطولة المطلقة الأولى لريهام حجاج ومحمد الكيلاني. المسلسل بيضم مجموعة من الفنانين والوجوه الشابة، وهو من سيناريو وحوار سامح مجدي وإخراج حسين شوكت. كارمن شخصية سوية جدا، شخصية مرحة جدا، شخصية بنت ناس جدا. المسلسل كله بيتكلم عن الحاجات اجتماعية، بيتكلم mainly عن الكذب يعني، وازاي الكذب ده ممكن يوصل لمشاكل كبيرة وكده. وفي قصة حب وفي نفس الوقت في مشاكل في شغل يعني في قصص كتيرة هتلاقيها متجمعة في ال60 حلقة، عاملة شغل حلو يعني. حسين شوكت من المخرجين اللي بيعتمد دايماً على الوجوه الشابة في أعماله. كل مسلسلاتي لازم يكون فيها على الأقل من 5 ل 10 وجوه جديدة. أنا بحس إنه إحنا لو ما كانش عندنا طاقة لإيجاد ناس عندها طاقة تشتغل، بحس إن أنا جزء من شغلي مش مظبوط. مش عارف إنك شاطرة قوي كده في تنظيم الحفلات. لا انت لسه ما تعرفنيش، انا شاطره في كل حاجه، عمري ما بحط حاجه في دماغي غير لما بعملها. ده الواحد لازم يخاف منه. كاميرا اتس شو تايم قابلت أبطال كارمن وحكوا لنا عن أدوارهم. أنا بلعب شخصية توفيق سليمان، هو رجل أعمال مصري كان عايش بره ورجع تاني يشتغل في الفاميلي بيزنس يعني في شغل أهله. يارا دي شخصية مختلفة جدا عليا، هي شخصية بنت شريرة جدا، هي بنت عم كارمن، دايما نائر ونقير هي وكارمن، بتحب تاخد منها كل حاجة. شخصية مراد هو عم ريهام في العمل أو شخصية كارمن، بيتولى رعايتها وتربيتها بعد وفاة والدها اللي هو أخويا، وبيكون حاسس بعقدة ذنب. مبسوط إن أنا بقدم نموذج لشاب كويس في نص الأحداث، يعني بيحصل حدث ما وبيتحول الشخصية تجاه رنا، لكن بيظل إن هو متمسك بمبادئه. طبيعة الشخصية هو مدير قناة بتاعت إذاعة، وبتيجي الظروف ان هو بيتقابل مع كارمن وبيشغلها معاه وبتربطهم ما بينهم وبين بعض بقى علاقة صداقة، وفي نفس الوقت بيحصل لهم مشاكل بيحاولوا يحلوها، فبتبقى قصة كوميدي كده لطيفة. عمر الشناوي بدأ مشواره الفني من 2 سنين، لكن كتير ما يعرفوش انه حفيد نجم سينمائي كبير، فهل ده كان عامل مساعد في نجاحه؟ كان ممكن يساعدني لو كان جدي كان لسه عايش، بس انا ابتديت تمثيل بعد لما جدي توفى، فهو حاليا ما بيساعدنيش في حاجة. هو ساعدني طبعا ان هو يمكن عرف الناس بيا اسرع، بقى معروف ان ده حفيد كمال الشناوي، بس غير كده ما كانش ليه دور في دخولي المجال يعني. اشتهر محمد كيلاني في بداية مشواره كمطرب، ورغم انشغاله حاليا بالتمثيل لكنه بيحضر لمفاجأة غنائية جديدة بيرجع بيها تاني للغنى. قريب جدا هتسمع سنجل قريبة ان شاء الله. اغنية اسمها شوية ذكريات، كلمات محمد سرحان، الحان ايهاب عبد الواحد، توزيع فهد.